كتير مننا بيعاني من زيادة الوزن سواء أطفال أو كبار، ويمكن السمنة عند الأطفال بتبقى بصورة أكتر شوية. كلمة سمنة معناها زيادة الدهون في منطقة أو أكتر منطقة من مناطق الجسم، يعني بمعنى أصح لو الدهون جت في منطقة البطن فبالتالي ده بسبب إن الكبد بيخزن الدهون نتيجة إن الأكل ما يساويش الحركة، أو كمية الأكل أكتر بكتير من كمية الحركة فبيخزن في الكبد على هيئة دهون كبد. أسباب السمنة ببساطة هما 3 أسباب. أسباب عضوية، الشخص بياكل ويشرب بصورة كبيرة أو الأكل ما يساويش الحركة. أسباب نفسية، اللي الشخص عنده حاجة نفسية أو حالة نفسية ما بيخرجش ولا يتحرك، ويمكن نتيجة مرضى السمنة كتير قوي بيعانوا من الأسباب النفسية اللي هما بيبعدوا عن الناس نتيجة قلة الحركة. وأهم سبب من الأسباب الأسرية، اللي أنا عبارة عن كاميرا طفل بيصورني باكل وبشرب إزاي، فبالتالي الأم والأب اللي بياكلوا من فاست فود بياكلوا متأخر، الطفل هينشأ على هذه النشأة فبالتالي هيؤدي إلى السمنة برضو نفس الكبار. يمكن مضاعفات السمنة كتير وكلنا عندنا مضاعفات السمنة. أول مضاعفات هي مشاكل العظام وتآكل العظام والغضاريف والديسك. تاني مشكلة المشكلة النفسية نتيجة ان الشخص عنده سمنة مش عارف يلبس كويس فبالتالي بيقعد في البيت ما بيتحركش. تالت مشكلة بنلاقيها تأخر الإنجاب عند السيدات نتيجة تكيس المبيض بسبب السمنة، وتأخر الإنجاب عند الرجال نتيجة تضخم البروستاتا أو مشاكل في الهرمون التستوستيرون، ده برضه نتيجة السمنة. أهم مشاكل بتاعة السمنة دهون الكبد، ودي بتقلش خطورة دلوقتي عن فيروسات الكبد وبتعمل خمول ووهن وضعف في العضلات. مشاكل الأوردة والشرايين نتيجة الدهون الثلاثية بتسد الوريد والشريان وبيؤدي إلى حدوث جلطات. نشوفكم دايما بخير في مواضيع طبية جديدة مشوقة مع كليندو.